السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل سنة وانتم طيبين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهم حاجة قبل اي حاجة نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الرسول علشان ايه ربنا يبارك لنا كده ونعدي الايام الحلوة دي على خير، وكل سنة وانتم طيبين. معانا بفتيك اهو، ده طبق ايه؟ بفتيك. اتفقنا؟ على فكره الحاجه دي احنا مجهزينها في البيت ومتبلينها وكل حاجه زي الفل اهو. الكوبيبه بتاعتنا بتاعت العيد اهي برضو اهي. احنا امبارح كلنا اكله سمك والنهارده هناكل كوبيبه وبفتيك. ازاي كوبيبه وبفتيك؟ عادي احنا ما بتفرقش، اهم حاجه يعني في لحمه وفي كوبيبه، مش ما فيش رز في الموضوع. الناس اللي بتعمل رز جنب الكوبيبه لا، احنا بناكل لحوم جنب الكوبيبه بس. اتفقنا؟ واحنا طبعا يا جماعه ما عدناش بناكل الفراخ. الناس اللي بتقول لي يا ساره الفراخ فيها ايه، هي مش فيها حاجه، كل واحد حريه شخصيه، بس احنا ما عدناش بنحب الفراخ. خلاص قررنا ان احنا ايه، نحاول نظبط دنيتنا، ناكل الحاجات المفيده. والكوبيبه مثلا معاها لحمه، مش لازم ادخل فراخ، مش لازم ادخل الحاجات دي كلها، ممكن نغير بسمك. اي حاجه بقت الحمد لله بالزبده وبزيت الزيتون، وما عدناش بنعمل حاجه في الاكل ولا نعكعك. خلاص اتفقنا؟ يلا بقى غلينا ميه على النار، نحط فيها مرق الدجاج وورق لورا وحبهان ونعلق عليها عشان نحط الكوبيبه. يلا خليكم معايا وانا هقول لكم خطوه بخطوه حالا احنا بنعمل ايه. طبعا يا جماعه احنا جايبين كل حاجه واحنا جايين المكان اللي احنا فيه كل حاجه، بس احنا مش بنستخدم حاجه حد، وجايبين حاجتنا معانا، يعني حلل ومعالق وشوك واطباق وكل حاجه معانا. فانا طبعا ايه، الكوبيبه دي كانت في الفريزر، كنت عاملاها قبل ما اجي وكده من اللحمه بتاعت العيد، فانا بقى هرصها في الحله وانا غليت ميه على جنب عشان احط فيها مرق الدجاج. اهم حاجه يا جماعه اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا وكل الحاجات الحلوه اللي احنا بنعملها، نشارككم فيها ان شاء الله في الايام اللي جايه اهون. طبعا يا جماعه احنا الفيديوهات التانية ان شاء الله هتنزل لكم ورا بعضها، الفيديو بتاع الخروج وفيديو الملاهي والفيديو بتاع البحر، كل دول هينزلوا لكم. فاهم حاجه اشتركوا في القناه عشان الفيديوهات كلها تجيلكم، وتدعمونا بلايك والاشتراك علشان ايه نكبر بيكم. انا طبعا بصوا كده ثواني اوريكم حالا احنا بنرص الكوبيبه ازاي اهي. رصيناها والميه اللي على النار هنحط فيها المرق الدجاج والورق لورا والحبان والحاجات دي عشان ايه نمكس طعم الشوربه. عشان انا مش جايبه شوربه وانا جايه، بس جايبه لحمه، انا جايبه لحمه يعني جايبين لحمه وجايبين بفتيك وجايبين كفته وجايبين كل حاجه. هتقولي لي ما جبتش فراخ؟ اه ما جبتش فراخ ومش هجيبها. اللي عايز يرجع للفيديوهات القديمه بتاعت الفراخ والتتبيله والحاجات دي يرجع لها عادي يا جماعه، مفيش مشكله، بس انا مش هعملها تاني. اللهم صل على النبي. جايبين طبعا ايه علبه مرقه واحنا جايين. طبعا عندي الحاجات دي في الشقه فانا جبتها وانا جايه علشان ايه مش كل شويه هخرج اجيب حاجه من بره. هفتح مرق الدجاج على شويه الميه السخنه اللي ورايا دول، تمام اهي. هنحطها هنا شويه الميه السخنه دي عشان نحط فيها الكوبايه. طبعا يا جماعه احنا جايبين بهارات، احنا فعلا جايبين كل حاجه. بصوا ده حبهان، هاخد واحدتين احطهم في الميه. خلاص واحد اهو، افتح بقى التانية، اتنين هنحطهم في الميه، نعلي شويه على الشوربه وده ورق لورا وحبهان يعني الميكس وقرفه والكلام ده كله اهو. حط واحده قرفه، واحده ورق لورا، تمام، او واحدتين ورق لورا. ورق اللورا عادي ما بيفرقش، زودي ما تزودوش انت حريه. خلاص الحبهان نسيته معلش، بس انا حاطه كله في علبه واحده. طبعا في وش في التلاجة اللي جنبي، هي اللي عامله وش والله مش احنا، يعني صوتها عالي بصراحه اهو. نظبط البهارات بتاعتنا وحاجتنا عشان نعلق على الكوبيبه ونعلق على البفتيك. اتفقنا؟ يلا يا جماعه بقى ايه، طبعا زي ما قلت لكم احنا جايبين كل حاجه. السمنه اهي، دي سمنه على زبده، ومعانا ايه معلقه، دي طاسه اهي على النار هنعلق عليها حاجتنا
بينا كلنا واحنا جايين. جيبي حاجتك، ريحي دماغك، ما انتش عارفه. ممكن اقولك مثلا اغسلي ومش اغسلي، ريحي دماغك وهاتي حاجتك وخلاص. ان شاء الله لو هتجيبي حله واحده وطاسه وطبقين ومعلقتين والكلام ده كله، وفري على نفسك انك تبقي قاعده في مكان انت مش مرتاحه فيه. اتفقنا؟ طبعا انا خليت الميه بتاع الكوبيبه تغلي. الكوبيبه معانا اهي ماشي، والبفتيك بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تقطيعه البفتيك دي يعني ابو مهيب جايبها لنا قبل العيد، علشان هو في حد معين هو بيجيب منه، فهو جايب تقطيعه بفتيك تحفه جميله. لما تروحي عند الجزار قولوا له انا عايزه حته من اللي هي روز بيف، الانتركوت، الحاجات اللي هي تبقى سهله معاكي في السوا، بالكتير قوي نص ساعه والاكل يكون خلصان. اتفقنا؟ هناخد بقى البفتيك نرصه في الصينيه. طبعا الحاجه متبله واحنا جايين هنحط على طول كده زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه. انا كده بتبقى شويه شفتوا عشان انا معليه النار وحاطه زبده بس. اتفقنا اهو. عايزه اقول لكم الريحه تحفه ما شاء الله ما شاء الله، الريحه زي العسل. هقول لكم حالا بعد ما احط اللحمه طريقه البفتيك ازاي. مش اي حد يدخل المطبخ ويعمل اكل يقولك ده انا اكل حلو. تمام؟ ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا، بس كل واحد وليه نفس. دي التتبيله دي طماطم وبصل ومرقه دجاج وصويا صوص. هقول لكم حالا المقادير بالظبط. هسيبها بقى تستوي كده. بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي، صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. غسلنا ايدينا. هوريكم حالا. هنشيل الحله دي هناخدها. بصوا انا عايزه ابقى قريبه ليكم في الاكل عشان تشوفوا بالظبط. ادي الكوبيبه رصيناها، هننزل عليها بمعلقه سمنه. هناخد المعلقه اللي عملنا بها بتاعت بفتيك عادي مفيش مشكله، هي مش عكعكه وخلاص، لا بس كل واحد وليه نفس وعارف هو بيعمل ايه كويس. دي لحمه ودي كوبيبه، يعني اما اخد منها من المعلقه اللي انا قلبت بيها مش مشكله. يلا بقى اهي الشوربه بتاعتنا اهي دي الشوربه. هنحط بقى يعني ننزل الشوربه على الكوبيبه. بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا عايزه اقول لكم اصلا ان انا نسيت احط شويه فلفل اسود، بس عادي هحطهم حاجه اهو. بالصلاه على النبي اهو، شويه فلفل اسود بقى. لا اله الا الله، لا اله الا انت سبحانك. طبعا من اهو فلفل اسود ماشي، كل حاجه تمام وزي الفل، وحلالنا مش حلال غيرنا. نعلق عليها بقى تاخد غلوه عشان نوطي عليها. ناخد الحله دي على جنب نغسلها عادي، طالما معانا حلل نستغل ان احنا نبقى حاجه حوالينا كده. خلاص تعالوا معايا كده اما اقول لكم على طريقه تتبيله البفتيك، وفي نفس الوقت كمان اقول لكم انا عملتها ازاي. ماشي؟ اللهم صل على حبيبنا، اللهم صل على حبيبنا يا افضل الصلاه والسلام. طريقه البفتيك: بصلايه، طماطمايه في الكبه، عليها مرقه دجاج، ملح، فلفل اسود، صويا صوص بتاع المشويات. تعرفي تاكلي احلى حته بفتيك في الدنيا، بجد احلى حته بفتيك. بصوا طبعا يا جماعه شريحه البفتيك بتبقى كبيره، بس علشان بصوا كده ثواني، شريحه البفتيك بتبقى كبيره بس علشان انا بحب البفتيك شرايحه تبقى حتت كده فقطعتها.
طبعا ده قد ايه يا جماعه؟ ده نص كيلو الا شريحتين او الا شريحه واحده تقريبا، مش عارفه والله بالظبط، بس انا ايه ببقى جايبه مثلا ال2 كيلو ولا ال3 كيلو على بعض، فبقسمهم على قد ما احنا هناكل. ماشي، بصوا اهو، بصوا ان شاء الله اهو، ادي ايه البفتيك. يلا بقى نسيبه ايه غلوه كده، ونفس الكلام في الايه في القرص، تاخد غلوه وهرجع اوريكم الطريقه من تاني. ماشي، هقول لكم يعني لو انتوا عايزين طريقه الكوبيبه نفسها اكتبوا لي في الكومنتات، وانا هقول لكم طريقه الكوبيبه نفسها ازاي، وازاي تفرزيها في الفريزر لما تبقي محتاجاها تطلعيها. هخلص الاكل وان شاء الله اما الاكل يخلص هوريهولكم. رجعنا تاني بعد ما خلصنا الاكل. هو الكوبيبه اهي، ثواني هوريها لكم. بصوا اهي الكوبيبه اهي، بصوا دي الشوربه اللي فضلت من اللي احنا عملناها. طبعا انا مش عامله كتير عشان احنا مش هناكل كتير، بنغير يعني في الاكل. دي واحده والله يا روايحك الحلوة، تسلم ايديك يا نور عيني. ايه رايك؟ والله تسلم ايديك. بقى طبق كوبيبه والله لو شوية تراب عسل منك. تسلم ايديك ليا، ما تحرمش منك ابدا يا روحي. ايه رايك في الحلاوه دي؟ تسلم ايديك والله. ولا بقى البفتيك فين؟ عايزه اشيله اطلعه في الطبق. مؤيد هات الطبق التاني، اجري بسرعه. في طبق لسه صح؟ في الطبق المفروض عشان نحط فيه الثلاجه. في الثلاجه اهو. بصوا طبق اهو بس. بصوا طبعا احنا كمان المخلل جايبين مخلل واحنا جايين، مسيبناش ايه حاجه في التلاجة عشان ايه مفيش حاجه تبوظ. اظن يا بابا انت بتحب البهاريز دي يا جماعه، مش محروقه، هي البهاريز اللي طالعه لازم تتحمر كده. احنا ايه هناكل حاجه تصبير عشان لسه احنا خارجين هناكل بره. ماشي، تاكلنا بره بقى يا بابي. تسلم ايديك يا روح قلبي. نخرج بقى ناكل بره. تسلم ايديك يا حبيبتي. كده ادي البفتيك. تسلم ايديك يا روح قلبي. ادي الاكل اللي احنا هناكله لحد ما نخرج ايه. كل سنة وهم طيبين يا رب، واجعلوا عيد سعيد عليهم يا رب وعلى أمة محمد. امين يا رب وعلينا. خلاص نروح بقى ايه عشان ناكل، وبعد ما ناكل ونيجي ونلبس ونيجي نخرج هصوركم كل حاجه. ماشي، يلا سلام. بس وكده يبقى خلاص خلصنا اليوم. حبيت اقول لكم كل تفصيله فيه، وعادي يعني كنا خلاص اتغدينا وانبسطنا وزي الفل وكل حاجه الحمد لله. اهم حاجه قبل اي حاجه ما تنسوش تحطوا لايك واشتراك عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا. اشوفكم على خير، سلام.